السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم. احنا هنتكلم معاكم النهاردة وهنعمل مع بعض النهاردة فكرة اللي احنا كلنا بيبقى عندنا مثلا فراخ أو البط مرقدينه على البيض، فعاوزين نعرف إن البيض اللي تحت البط ده شغال، يعني فيه جنين ولا ما فيهوش، البيض فيه كسر ولا ما فيهوش. فهنعمل فكرة اللي هو الايه الكشف الضوئي. احنا بنعمل الكشف الضوئي على البيض طبعا بعد 7 أيام من الرقاد، يعني بعد ما البطة بتنام على البيض 7 أيام أو الفراخ بتكون دورة التطور الجنيني بتاعته ابتدت تشتغل، فابتدى الكورس الجرثومي والكلام ده كله ابتدى ايه، الجنين ابتدى يتكون. فمن خلال كده احنا ابتدينا نعرف هنعمل الكشف الضوئي عليه بعد ايه، بعد 7 ايام. فبعد 7 ايام ده احنا عاوزين نعرف بقى البيض اللي عندنا ده فيه مخصب ولا مش مخصب، فيه ولده ولا ما فيهوش ولده، بحيث ان احنا ايه هيوفر معانا في الوقت. لا قدر الله مثلا لو البيض اللي تحت البطه كله مش مفيش فيه ولده، هنشيله وهي تقوم تاني وتشتغل وتعمل دوره تانية او تبيض تاني وتبتدي تشتغل، بدل ما نسيبها بقى 32 يوم ولا الفتره اللي احنا بنسيبها اللي هي فتره الرقاد على البيض، يعني سواء كانت البط بتبقى تقريبا 33 يوم يعني. زي ما انتم عارفين الرومي بيوصل ل 40 والنعام 42. يعني ايه الفتره دي كلها ان انا بوفر الوقت ده كله. انا بعد 7 ايام من رقاد البط او الفراخ على البيض ببتدي اعمل لهم كشف ضوئي. في ناس بقى ممكن تقدر تشتري الموضوع ده. احنا بقى نعمل لكم فكره ان احنا ازاي نعمل الايه الكشف الضوئي ده بطريقه بسيطه، طبعا بالكرتونه اللي هي معانا ديت. احنا جايبين كرتونه اهيت وهنوريكم ازاي احنا بنعملها، عشان خاطر ان انت ممكن تقدر في البيت تعمل الكشف الضوئي بكل سهوله يعني، ويوفر معاك في الوقت زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا هنفتح في الكرتونه ديت فتحتين اتنين لبطين اتنين. عندنا احنا هنا البيضه هي موجوده معانا هنعمل عليها الكشف الضوئي، وفي عندنا بط راقد على على البيض، فهنجيب لكم بيضه منه ونوريكم الفرق بين الاثنين وازاي نعرف ان هي فيها ولده ولا ما فيهاش، البيضه دي مخصبه ولا مش مخصبه، زي ما هنشوف دلوقتي. ازاي بقى نعمل الكرتونه دي زي ايه، زي آه، الكشاف اللي هو بنقدر نكشف من خلاله على ايه، نعمل من خلاله الكشف اللي هو الكشف الضوئي على البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الناحيه ديت بقى احنا هنعمل ايه، هنعمل المكان اللي هنحط منه اللمبه اللي هتشتغل جوه الايه، جوه الكرتونه ديت، زي عشان ايه يبقى الكشاف عندنا موجود. كده طبعا بقت الكرتونه معانا جاهزه ان هي زي الكشاف الضوئي. طبعا احنا هنضلم بقى الدنيا دلوقتي عشان نوريكم بس ايه اللي احنا هنعمله.
طيب طبعا بقى زي ما انتم شايفين قدامكم كده، هي البيضه هنا دلوقتي كده بقت باينه قدامنا خالص اهيت. البيضه اللي معانا ديت مفيش فيها طبعا لا جنين ولا فيها اي حاجه خالص، هي بيضه عاديه بيض مائده. البيضه لو هي فيها ولده بيبان هنا الشعيرات الدمويه، بتحس ان هي في شبكه من اللون الاحمر، شبكه من الشعيرات الدمويه ما بيكون فيها، دي تبع بعد 7 ايام. طبعا ده بيض احنا لسه بيضون الفراخ بيضان النهارده وجايبينها عشان نوريكم. هي البيضه لو بعد 7 ايام خرجت بالشكل ده او لقيتها زي ما هي كده صافيه زي ما هي خالص كده، البيضه ديت ما فيش فيها ولد. لكن لو فيها ولده والتطور الجنيني بتاعها اشتغل، ايه اللي بيحصل؟ بنلاحظ ان البيضه ديت بنلاقي فيها شعيرات دمويه بعد 7 ايام ماليه البيضه دي كلها، دي كلها شعيرات دمويه موجوده، شبكه كده معمول اكن في شبكه جوه من الشعيرات الدمويه. فكده يبقى البيضه دي مخصبه. البيضه ديت ما فيش فيها كسر، انما البيضه الثانيه لو فيها كسر يبقى فيها ايه؟ شعيرات دمويه. ودلوقتي احنا هنطلع نجيب لكم بقى بيضه من بتاعه البط ونوريكم الاثنين جنب بعض. طبعا احنا جبنا البيضه اللي تحت البطه. طيب هي البطه راقده على البيضه دي، البيضه دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. انا مش عارف بقى هي الشعيرات الدمويه باينه ولا مش باينه، يعني انا مش. هي هنا هي في شعيرات دمويه اهي، يعني في جنين من البيضه دي فيها خصوبه، وزي ما انتم شايفين الجنين اهو في شعيرات دمويه موجوده في القشره ديت. احنا طبعا نبقى نقرب لكم عليها هنا. في هنا شعيرات دمويه في كرسي الجرثوم ابتدى يشرح طلع شعيرات دمويه ديت. البيضه دي زي ما انتم شايفينها شفافه خالص، لكن هنا في شعيرات دمويه بس هي مش باينه، يعني هي مش باينه لكم يعني، بس هي لسه هنا يعني في جنين بيتكون هنا، لسه في جنين بيتكون يعني البيضه ديت فيها كسر. الشعيرات الدمويه عامله خطوط اهي. شلنا دي خالص، قلنا بايدينا كده عشان البطه استوت. طبعا هنا اهو، طبعا احنا لازم نبقى مضلمين الاوضه خالص، لو احنا بنبقى عاملين بنبقى مضلمين المكان خالص جدا يعني، فتبقى دي بتبقى باينه خالص يعني. بس عشان ما نبوظش الدنيا اهي. الشعرات الدمويه ابتدت تتكون اهي، البيضه ديت لسه في بدايتها خالص اهي. بس ما الناس يشوفوها، حاولنا الناس تشوفها. فهنا كده احنا عرفنا ان البيضه دي مخصبه. طبعا البيض كله بيتعمل بس بسرعه بقى، انت لو انت بتعمل وبعد 7 ايام بتبان دي كلها، بتبقى كل دي شعيرات دمويه بعد 7 ايام. فالبيضه اللي تلاقيها زي دي مثلا، زي البيضه اللي احنا جايبينها معانا اللي هي بيضه المائده اهو خالص اهو، دي بيضه صفرا خالص هي مش فيها حاجه، انما هنا في جنين بيتكون هنا اهو، دي فيها خصوبه، دي مفيش فيها دي كده. بنبتدي نعمل بقى، انت الحركه دي بتعملها بسرعه وبتخلص بسرعه وتقوم جاي عامل، تبتدي البيض اللي هو زي ده كده بتعزله، والبيض اللي زي ده كده شغال او شغال، واديك عرفت ان البيض شغال او مش شغال وفي جنين او مفيش فيه جنين. والقصه كلها بتبقى ماشيه زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا فكره بتبقى بسيطه نعمل بيها كشف ضوئي، اللي هي الكرتونه بتجيبها بتعملها. في ناس تانية ممكن بقى تعمل اطار خشب خالص بيبقى على قد طبق البيض وبتسقط في طبق البيض كله فبيبان، وبتبدا تعزل البيض اللي زي ده كده، تشيله اللي زي ده كده بتسيبه، يعني بتسهل معاك الموضوع خالص. وممكن تعمل الفكره دي خشب، يعني ممكن تيجي هنا تعمل خشب بتحط فيه انت الدوايه من جوه وبتعمل له سلك وتعمل له انت الفتحات على اللي انت عايزها، تحط مثلا 3 4 بيضات 5 بيضات مع بعض عشان ايه مسافه ما بتحطهم تبان هنا دي في شعيرات دمويه. طبعا البيضه الثانيه بقى اللي احنا جبنا بيضه كمان اهوت وريناها لكم ايه. طب البيضه دي خالص ايه غامقه خالص مفيش فيها اي حاجه خالص واضحه إيه. البيضه اللي زي دي كده بيكون الجنين اللي فيها ميت، يعني البيضه اللي زي دي كده الجنين اللي فيها ميت، لان مفيش فيها اي لون خالص، مش باين منها اي حاجه خالص، لا غرفه هوائيه ولا اي حاجه خالص باينه. احنا عارفين الغرفه الهوائيه، هحاول اوريها لكم حتى لا عشان بس لسه جديده، الغرفه الهوائيه بتاعتها لسه مش باينه. الغرفه الهوائيه بتبقى موجوده يعني في الناحيه العريضه، يعني اللي هو بيتنفس عندها الجنين، لو هنا موجوده هنا هتلاقي فينا الغرفه الهوائيه باينه. لكن البيضه اللي بتبقى سمراء زي دي كده خالص كده خالص دي مفيش فيها جنين، دي اللي هنقول عليه البيض اللي هو الممشش. هي البيضه خلاص بقت وحشه ولو كسرتها، بس عشان خاطر لو كسرناها هنبهدل الدنيا يعني حوالين هنا، وعارفين بيبقى فيها ريحه وحشه جدا يعني. دي كده اهو، دي هي دي مفيش فيها كسر، يعني دي بيضه مفيش فيها كسر. دي بيضه كان فيها ولده حصل تطور جنيني والكلام ده كله والدنيا اشتغلت،
ولاي سبب من الاسباب بقى، بسوء التحضير اي حاجه، الجنين اللي فيها مات. ماشي، فتلاقي لونها زي ما انتم شايفين معتم، زي ما انتم شايفين كده مضلمه خالص زي ما بيقول يعني. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك، وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحوش على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.